السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي كل متابعينا على قناة نسر السعيد، برحب بحضراتكم. وكالعادة سعيد إن أنا بلتقي بيكم دايما وبأصدقائنا الأهلاوية في كل مكان، وأنتوا كلكم على راسي من فوق. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، ولكن نبدأ حديثنا دايما وأبدا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين، اشف مرضاهم ومصابيهم وارحم شهدائهم وارحم موتانا جميعا. نتكلم النهارده عن النادي الاهلي. مين النادي الاهلي؟ وايه العظمه اللي فيها النادي الاهلي؟ السلام. وقد ايه لما تتكلم عن النادي الاهلي انت بتتكلم عن كيان عظيم، بتتكلم عن اعظم نادي في الكون، ودي حقيقه مش كلام. لما تشوف عظمه النادي الاهلي وعظمه ابناء النادي الاهلي وعظمه جماهير النادي الاهلي، وتشوف حلم القرن لنادي القرن، تعرف ان التاريخ او كاتب التاريخ كما قال عصام الشوالي قبل كده في مقولته الشهيرة: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. فمع الاهلي دايما كتاب التاريخ مفتوح، ودايما بنسجل صفحات في تاريخ الكورة وفي تاريخ الرياضة عموما. يعني ايه مشروع الحلم؟ اكيد كل الاهلاويه امبارح تابعوا قناة النادي الاهلي وشافوا المهرجان، مش هقول غير مهرجان طبعا، مهرجان امبارح اللي اتكلموا فيه عن حلم القرن، حلم الملايين الاهلاويه في كل مكان، وحلم الخطيب شخصيا اللي قبل كده طلع قال انا نفسي اشوف استاد النادي الاهلي قبل ما اموت. ان شاء الله يا كابتن خطيب ربنا يديك الصحه ويبارك في عمرك ويدينا ويدينا العمر ان احنا نشوف استاد النادي الاهلي. طبعا دايما الاهلي رائد في كل شيء، وده اللي ما يعرفوش او اللي بيحاول يتجاهله كتير في مصر، من كإداريين بقى فاشلين، كمنظومه زي اتحاد الكوره ما تعرفش تقدر يعني ايه الاهلي، اعلاميين ما يعرفوش قيمه النادي الاهلي ويطلعوا بس يهاجموا في النادي الاهلي وفي لعيبه النادي الاهلي وفي جماهير النادي الاهلي. ما يعرفوش قيمه النادي الاهلي اللي العالم كله بيتكلم عن الاهلي وعن قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بتحالف مع شركات كبيره جدا وشركات عملاقه على مستوى العالم، سواء كان عربيا او عالميا او محليا. تقريبا 16 شركه هيساهموا في بناء الحلم الاهلاوي، حلم كل الجماهير الاهلاويه. الاهلي ان شاء الله باذن الله هنشوف استاد على اعلى مستوى، استاد عالمي. كبدايه عدد الجماهير هيكون او سعة الملعب 42,000 متفرج او 42,000 مشجع اهلاوي، وان شاء الله هيزيد ل60,000. ولكن طبعا اي مشروع بياخد وقت، يمكن حديثهم امبارح ما قالوش بالظبط قد ايه او بعد كام سنه او التوقيت المحدد لبدايه الاستاد، لان طبعا احنا عارفين الانشاءات واحيانا بتحصل حاجات بتأخر حاجة مثلا معينة في وقت معين، ولكن كل الشركات العملاقة دي أكيد هتوفي بوعدها وفي مواعيدها وفي الأوقات المحددة. هو اللي استشفيناه إن المرحلة الأولى بعد سنتين، المرحلة الثانية بعد سنتين، يعني عندك بعد 4 سنين أو 5 سنين ماكسيمم هيكون النادي الأهلي إن شاء الله افتتاح استاد النادي الأهلي، وهتتلعب فيه مباراة عالمية مع فريق عالمي. ولكن طبعا ما نقدرش نقول الفريق من دلوقتي، هو في كلام عن انه يكون ريال مدريد. على اساس شوف حتى كوبايه عظمه لما تشرب في المج بتاع النادي الاهلي تحس بالعظمه. شكل الشعار نفسه عظمه، الشعار نفسه عظمه. فبيكيفنا على الصبح شويه شاي كده في المج ده، ما ينفعش في اي كوبايه تانية. خلينا في الموضوع. فريق عالمي ان شاء الله، اكيد ان شاء الله يعني هيتم افتتاح الاستاد ويكون فيه مهرجان كبير جدا. الاستاد
او مجمع او حلم النادي الاهلي او حلم النسر الاهلاوي او حلم الجماهير كلها، هيكون عبارة عن استاد زي ما قلنا، هيكون في مستشفى فخمة، إدارة NMC، إدارة عالمية، في مول تجاري تقدر حضرتك تروح الماتش. انت مش رايح بس تتفرج على الاهلي وتشجع النادي الاهلي وتستمتع بالنادي الاهلي فقط، ولكن انت ممكن تاخد العيلة معاك، اسرتك، زوجتك، اولادك، اخواتك، اي حد، وتروح تتسوق في المول. وشفنا طبعا التصريحات امبارح ان النادي الاهلي بيسعى انه يكون دخول الجماهير كامله، يملى الاستاد كله في خلال ساعه. ما تروحش بقى بخمس ست ساعات تقعد في الشمس وفي الحر ومن العصر وانت مستني الماتش بالليل والكلام ده كله، تقعد مزنوق في الملعب في الاستاد، تتعب، بتاع تشجع لحد ما يبدا الماتش 4 5 ساعات، تيجي ساعه الماتش حضرتك مشطب مش قادر تشجع. لا، الاستاد يتملي في ساعه وخروج الجماهير من الاستاد خلال ساعه. يعني تقدر الماتش الساعة 8، تقدر حضرتك تروح الساعة 6 الساعة 7. عايز تروح بدري بقى روح الساعة 4 الساعة 3، تروح المول تتمشى في المول، تجيب أغراضك اللي أنت عايزها، تفسح الأولاد، الكلام ده كله. يبقى مول تجاري موجود في الكيان الأهلاوي، مستشفى ومول تجاري، وعندك متحف للأهلي. أنت كعاشق للنادي الأهلي أكيد هتزور وهتحب تزور متحف النادي الأهلي وتشوف بطولات النادي الأهلي والدروع اللي اخدها النادي الاهلي والكؤوس وكل حاجه تخص النادي الاهلي، النشأة والتأسيس ورؤساء النادي الاهلي صورهم تالت حاجه عندك او رابع حاجه، هيكون في فندق عالمي، فندق عالمي بإدارة الهيلتون، شركة هيلتون العالمية او مجموعات هيلتون العالمية. فندق عالمي لأول مرة في تاريخ العالم كله، وده زي ما قلت لك الاهلي دايما رائد في كل شيء. لاول مره في تاريخ اي نادي في العالم ان هيكون عنده جامعه رياضيه ومدرسه رياضيه في وسط المجمع، او في وسط تقول ايه بقى ايه، في وسط الحلم ده كله هيبقى عندك مدرسه رياضيه، جامعه رياضيه، حاجه ما حصلتش في العالم. عندك فندق، متحف، مول، ومستشفى، واستاد طبعا بعظمه النادي الاهلي ويليق بجماهير النادي الاهلي. وكل اللي اتكلموا امبارح مفيش ولا واحد الا قال الفضل لله سبحانه وتعالى والجماهير النادي الاهلي. شوف عظمه، والعظمه لله سبحانه وتعالى طبعا، لكن شوف جمال يعقوب السعدي امبارح وهو بيتكلم عن النادي الاهلي. شوف شياكه في الكلام، شوف الثقافه، شوف مخرجات او مخرجات الكلمات، شوف المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي، شوف الروعه، شوف يعني الاحترافيه في التقديم، الاحترافيه في الكلام، الثقافه الاعلاميه اللي احنا مفتقدينها في كل الاعلام المصري او معظم الاعلام المصري عشان ما نظلمش الناس كلها. شوف كلمات الناس اللي مشاركه في الحدث، الشركات الكبيره الضخمه، شوف بيتكلموا ازاي عن النادي الاهلي. شوف الكابتن محمود الخطيب لما طلع برضو اول حاجه اتكلم عن الجماهير. الراجل ده ما نسبش حاجه لنفسه، ما قالكش انا عملت وانا سويت وانا اللي جبت وانا اللي رحت اتفقت وانا وانا وانا، قال لك عندنا ناس مختصه بالكلام ده كله، وشكر كل واحد وشكر الجماهير واثنى على الجماهير اللي هي في ظهره وفي ظهر النادي في كل وقت في كل حين. ما جيش قال لك انا جيت النادي لقيته خرابه وعملته مش عارف ايه وعملت حمام سباحه وعملت الكلام ده كله زي بعض رؤساء انديه اخرى. لا، ده بيتكلم عن حدث عالمي، ما قالش ان انا اللي عملته انا كخطيب عملته، لا، قال لك احنا بنعمل للاجيال القادمه. يعني رؤساء مجالس النادي الاهلي اللي جايين بعد الخطيب ربنا يديله الصحه طبعا، عارفين طبعا الاهلي باقي مهما رحل عنه الاشخاص، ولكن الكيان موجود. اللي هيجي بعد الخطيب واللي بعد الخطيب هيجي يلاقي ارث عالمي، هيلاقي حاجه عظمه، وكله تمويل من خارج النادي. قال لك انا مش هقدر اشتري اللعيبه بملايين واعمل مشروع زي ده ب 12 مليار مثلا او ايا كان حجم المشروع او قيمه المشروع، ولكن كله باستثمارات وكله بمنتهى الذكاء، والذكاء طبعا البيزنس. يعني انا بعمل برضو الصرح ده كله
بدعم من الشركات دي كلها بتمويل، ولكن كل ده يعود عليا بعد عدد محدد من السنين، 15 بقى، 20 سنه، 25 سنه. الدخل كله هيكون للنادي الاهلي، هيساعد مجالس الادارات اللي جايه، هيساعد الناس اللي هتقود النادي الاهلي فيما بعد. فمهما تتكلم عن النادي الاهلي وعن مجالس او مجلس اداره النادي الاهلي وعن جماهير النادي الاهلي وعن الناس كلها اللي في منظومه النادي الاهلي، مش هتقدر توفيهم حقهم. طبعا عايزين ارائكم في الكومنتات، وتكتبوا لنا بقى، عاش الاهلي بجد، نادي، اعظم نادي في الكون، اللي عامل لنا اعظم مشروع في الكون، اعظم حلم لكل الاهلاويه. احنا بنحبك يا اهلي، بنحب الخطيب، بنحب كل شخص موجود في اداره النادي الاهلي بيعمل لصالح النادي الاهلي. وفعلا الاهلي فوق الجميع، فوق جميع ابنائه، كل واحد بيبدي مصلحه الاهلي على مصلحته الشخصيه. ما شفناش واحد ابدا في مجلس اداره النادي الاهلي بيطلع يتكلم عن حاجه شخصيه او انجاز شخصي هو عمله، لا، كله بينكر جهوده في سبيل ان الاهلي فوق الجميع. مش واحد اللي هيعمل ولا اتنين ولا تلاته، تكاتف الجميع، وراهم جمهور عظيم، حضراتكم اللي بتساندوا الاهلي وبتساندوا الاداره وبتساندوا الفريق وبتساندوا اللعيبه في كل الاوقات. وعشان كده بمناسبه الجمهور، احنا برضو مش عايزين نقصوا على محمد مجدي قفشه. طلعش بس السوشيال ميديا كل جماهير اهلاويه او غير اهلاويه ويقعدوا يكبروا في الموضوع بتاع الراجل. قلنا قبل كده هو راجل عفوي، راجل طيب، قلبه زي الناس الطيبين بتوع زمان اللي بقى نادرا تلاقي حد موجود دلوقتي زيه. فراجل بيتكلم بمنتهى العفويه. صحيح ما كانش مش قادر تتكلم، ما كنتش تطلع في برامج رياضيه، ولكن راجل عمل تصريحات كارثيه، ولكن عن غير قصد. وما نطلعش بقى نقطع فيه وندبح فيه كلنا بتاع. كلنا عندنا اخطاء، وكلنا ممكن نتكلم كده من غير ما نفكر الكلمه دي رايحه فين او جايه منين. احنا نصحناه طبعا ما يطلعش في تصريحات بعد كده. ماتشاتك وركز في الكوره وخلاص، ولكن مش لعيب غلط هنذبحه وكلنا نبقى عليه، كلنا ضده، وننسى الحاجات الجميله واللي عمله للنادي الاهلي. ده كفايه القضيه ممكن سكتت الناس دي كلها اللي كانت هتزيد زي ما قلنا مدى القرن، او هتزيد على مدار قرن كامل لحد القرن الجديد. هيقول لك خدنا دوري الابطال من النادي الاهلي. فنتمنى التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي، نتمنى التوفيق لكل منظومه النادي الاهلي، كابتن الخطيب وكل العاملين في مجلس اداره النادي الاهلي. نتمنى التوفيق للشركات اللي هتقوم بانجاز الحدث العظيم ده. اتمنى التوفيق لكل الجماهير ولحضراتكم، واتمنى لكم الصحه والسعاده، ويا ريت لايكاتكم عشان نقدر نواصل ونتواصل مع حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.